مرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في عدد جديد من برنامجكم قوارير. في حلقة جديدة سنتحدث فيها عن الهدف من الحياة. ما هو أهدافنا أو ما هو هدفنا في الحياة ولماذا خلقنا أصلا في الأساس؟ والعديد من الأسئلة سوف نتعرف عليها معا مع الأستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش في الحياة. مرحبا بك أستاذة خديجة مجددا. أهلا وسهلا فيك أستاذة نورة، حياك الله في برنامجك المتميز مع مستمعاتك المميزات، حياك الله. شكرا جزيلا لك أستاذة خديجة، بارك الله فيك. دوما ما تكونين إضافة جميلة جدا لحلقاتنا وبرنامجنا. الله يسلمك، الله يسعدك يا رب. شكرا جزيلا. أول سؤال أستاذة خديجة نريد أن نطرحه، ما هو الهدف من الحياة؟ الهدف من الحياة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الهدف الحقيقي من الحياة، لا نستطيع اليوم أن نضع هدف عنوان رئيسي للحياة ما هو، إنما بصفتنا مسلمين الهدف الأساسي في الحياة أن نحقق معنى الاستخلاف في الأرض أو العيش بالأحكام الشرعية في الحياة. طبعا العيش بالأحكام الشرعية لا نقصد به الشعائر التعبدية أو المعنى الضعيف أو الضيق الذي يفهمه الناس، إنما من أجل إعمار الأرض وإعمار الكون وتحقيق العدل والسلام والطمأنينة وتحقيق الاستخلاف الحقيقي الذي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. هذا هو الهدف الحقيقي لعيشنا في الحياة. تبقى أن نقول مثلا ما هي الأهداف التي أو الهدف الشخصي الذي يجب أن أسعى إليه في هذه الحياة. هذا يختلف من شخص إلى آخر حسب الثقافة، حسب البيئة، حسب العمر، حسب ما يريد أن يصل إليه. لكن بصفة عامة هدفنا في الحياة أن نحقق معنى الاستخلاف بشكله الصحيح في هذه الحياة. جميل. يعني هناك كثير من المصطلحات نسمعها وأيضا أسئلة نسمعها وجودية حتى، لماذا خلقنا؟ فلماذا خلقنا أستاذة خديجة؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الأساس الذي خلقنا من أجله هو تحقيق العبادة لله، والعبادة معناها أن نتذكر ونعرف أن الله سبحانه وتعالى هو إلهنا وخالقنا، ونحن مؤتمرون بأمره في تحقيق هذا الأمر في هذه الأرض. فهذه الأرض الواسعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى نحن خلقنا لتحقيق مفهوم العبادة والاستخلاف فيها، أي أن نكون نعمل في هذه الأرض ونعمرها ونعيش فيها ونتطور فيها ونطور ما فيها بالكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وتحقيق المعاني الاجتماعية العالية جدا من الصلات الاجتماعية، وتحقيق النجاحات وتحقيق التفوق والتميز في كل مناحي الحياة، لكن بالكيفية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها الموجودة في كتابه العزيز. هذا هو المعنى أو السبب الحقيقي في خلقنا. لماذا خلقنا؟ لتحقيق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. طبعا ذكرنا نحن تحقيق معنى العبودية ليس بمعناه الضيق من خلال أداء الشعائر التعبدية، هذا معنى ضيق جدا وصغير جدا، فوائده هي تقع على الشخص فقط، لكن المعنى الكبير هو تحقيق العبودية في هذا الكون من خلال التفاعل، من خلال التعامل، من خلال استخدام ما خلقه الله سبحانه وتعالى لإعمار هذه الأرض. وهل الإسلام أستاذة خديجة أعطانا جواب ولم تعطه بقية الديانات مثلا منتسبيها؟ الإسلام هو الدين الوحيد الذي عنده الإجابات على أي سؤال نستطيع أن نسأله أو عندنا سؤال له. من خلال القرآن الكريم أجاب القرآن الكريم عن كثير من التساؤلات. الكثير من الديانات السابقة جاءت لأمة معينة لفترة زمنية معينة لفئة معينة من الناس، لذلك كانت أغلبها شرائع يعني وأنظمة لتحقيقها في تلك الأوقات وتلك الأزمنة. لكن عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام جاء معه الإجابات كلها. حتى عندما كان يدعو كفار قريش كان يأتيه بالأسئلة البديهية جدا، كانوا يعبدون الأصنام. فعندما سأل رجلا من كفار قريش: كم إلها تعبد؟ قال له: أعبد 6 آلهة في السماء وإله في السماء. قال له: إذا احتجت لأمر ما فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء، بالعقل يعني، لإدراكهم أنهم يحتاجون إلها أقوى من هذه الآلهة التي يعبدونها والتي هي عبارة عن حجارة وأصنام يصنعونها بأيديهم. ذلك في الإسلام دائما هناك جواب لكل سؤال، ومن يقول اليوم أنه ليس عندي جواب معناه هو لا يطرق الباب الصحيح للحصول على الجواب الصحيح. جميل. أستاذة خديجة، كيف أتعرف على أهدافي في الحياة حينما أكون موجودة مثلا في حياتي أريد أن أفكر ما هو هدفي من الحياة، كيف أتعرف عليه؟
أولا عندما نقول الحياة هناك جوانب كثيرة في الحياة يجب أن نعمل لتحقيق الأهداف فيها. فعندنا تقريبا مثل 8 جوانب في الحياة. عندنا الجانب الصحي، وعندنا الجانب العقلي، وعندنا الجانب العلمي، وعندنا الجانب المالي، وعندنا الجانب المهني، وعندنا الجانب الروحي، وعندنا الجانب الاجتماعي، وعندنا الجانب اللي هو الإيماني، يعني علاقة مع الله سبحانه وتعالى. وإذا جئنا نقسم هذه الأشياء فإننا نحتاج أن أحدد أولا ما هو الهدف الذي أريد أن أحققه في الجانب المعين أو الجانب المحدد، وليس في كل جوانب الحياة. ربما أنا عندي قصور في الجانب الأكاديمي أو العلمي في الحياة، إذا أسعى لتحقيق الهدف في الجانب العلمي. الجانب العلمي نقصد به إما جانب الثقافة وإما جانب الأكاديمي، التعليم الأكاديمي. ربما أنا أريد أن أكمل تعليمي ودراستي في مجال معين، في تخصص معين، إذا أعمل في هذا تحقيق هذا الهدف من خلال إما الالتحاق بدورات، إما الالتحاق بالجامعة، أو الالتحاق بالأكاديميات الخاصة لتعليم ما أريد أن أتعلمه. بهذه الكيفية يجب أن أسير، أن أحدد أولا في أي جانب في الحياة أريد أن أحقق هدفي، وما هو الهدف الذي أريد أن أحققه في هذا الجانب. بهذه الطريقة أستطيع أن أضع كما نقول إصبعنا على الهدف المحدد أو الذي نرغب بتحقيقه. جميل. بما أنه إذا أنا حددت أهدافي هذه في كل الجوانب التي قلتها لنا قبل قليل، ثم بعد سنوات اكتشفت أنه في أحد الجوانب قد غيرت هدفي في الحياة، هل هذا من الطبيعي أن تتغير أهدافنا في الحياة؟ أساساً الأهداف هي نوعين: أهداف قصيرة المدى وأهداف بعيدة المدى وأهداف مرحلية. فأنا اليوم عندما أحدد الجانب معين ويتغير، هذا شيء طبيعي جدا. الهدف عندما نصل إليه، الهدف هو الشيء الذي نرغب أن نصل إليه. عندما أصل أنا إلى الهدف، انتهى الهدف بالنسبة لي، خلاص أنا حققته. مثلا أقول أريد أن أكون مديرا في دائرة معينة، هذا هدف في المعنى في الجانب المهني. إذا أنا عندما أصبح مدير انتهى الهدف بالنسبة لي. إذا يجب أن يكون عندي اليوم ليس همي أن أصل فقط إلى الهدف، إنما أن أستمتع أو أتعلم من المراحل التي أخوضها أثناء وصولي للهدف. لماذا؟ لأن كل مرحلة أسير إليها من أجل أن أصل لهدفي سوف أكون متسلحة بمعارف ومهارات وخبرات أخرى ترتفع بمستوى الهدف الذي أريد أن أصل إليه، ولا أتوقف عند هذه النقطة. معناها أنه سوف يكون عندي معنى أكبر جدا من الهدف الذي أريد أن أصل إليه. وإذا في حالة مثلا هناك طالب يدرس تخصص معين، كان يريد أن يكون مهندس، مرت سنتين وهو يدرس في تخصص الهندسة، ثم قرر فجأة أن يغير هدفه إلى أن يصبح مثلا طيار، اكتشف أن الهندسة ليست شغفه كما كان يظن، ثم يريد أن يصبح طيار. هل هذا شيء طبيعي أن يغير شخص هدفه وهو يسعى في طريق إلى تحقيق هدف آخر؟ ونحن عندنا الآن المشكلة الأساسية التي هي أن طلاب المراحل الثانوية لا يتم عمل اختبارات لهم لقياس الميول والاستعدادات والمهارات التي لديهم لمساعدتهم في اختيار التخصصات المناسبة لهم بناء على ما يملكون من مهارات وقدرات ومعارف. لذلك تضيع عدة سنوات حتى يكتشف الإنسان أن هذا التخصص لا يناسبني. إذن هذه عندنا مشكلة أساسية. إذن الإنسان عندما يمر بهذه المرحلة، ومع الأسف الشديد هو الغالب هكذا، يدرس الإنسان سنتين ثم يغير تخصصه، المجتمع يراه أنه غير طبيعي. لماذا؟ لأنه الآن سوف تهدر سنوات كثيرة جدا وسوف تضيع عليك سنوات، لكن أفضل أن تضيع سنتين من أن يضيع العمر كله بعد أن يأخذ هذه الشهادة ولا يستعملها في أي شيء. فإذا نحن عندنا إشكالية أول شيء في تحديد التخصصات والميول. والآن مع يعني ما شاء الله تبارك الله هناك اختبارات تعمل وتقاس بها التخصصات المناسبة والملائمة لهذا الشخص، وبناء عليها يستطيع أن يوفر على نفسه الجهد في تحديد الهدف. جميل جدا. شكرا لك يا أستاذة خديجة على هذه المعلومات القيمة في كيفية التعرف على الأهداف والهدف من الحياة. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام، سوف نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير وسوف نواصل حلقتنا. مرحبا
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل في حلقة برنامجكم قوارير. وفي هذه الحلقة كنا نتعرف عن الهدف من الحياة مع الأستاذة خديجة برهان، أستاذة مستشارة أسرية ولايف كوتش في الحياة. مرحبا بك أستاذة خديجة مجددا. أهلا وسهلا فيك، حياك الله أستاذة نور، حياك الله. أستاذة خديجة، بما أنه يعني تعرفنا على الهدف من الحياة، هناك أيضا مقولة تقول أنه لكي تتعرف عن الهدف في الحياة عليك أن تتعرف عن ذاتك أولا. فكيف أستطيع أن أتعرف عن ذاتي؟ هذا مهم جدا، يعني لا يستطيع الإنسان اليوم أن يسير في اتجاه الهدف إذا كان ليس عنده معرفة بذاته وباحتياجاته الخاصة. فالإنسان يجب أن يعرف مهاراته وقدراته وما يحتاج وما لا يحتاج وما يستطيع وما لا يستطيع وما يحب وما لا يحب. هذا أبسط صورة، أو هذه أبسط صورة لمعرفة الذات. عندما أعرف أنا ما الذي أستطيع أن أفعله وما الذي لا أستطيع وما الذي أحبه وما الذي لا أحبه، مع طبعا تفصيلات في الحياة، يعني في الجوانب الاجتماعية، في الجوانب العلمية، في الجوانب الأكاديمية، في الجوانب العملية. في هذه الجوانب عندما أتعرف على نفسي بها سوف أعرف وأحدد الهدف الذي أريد أن أعيش من أجله. عندما كنا صغار كان أسهل سؤال يطرح علينا، أو السؤال المعتاد في كل جيل: ما الذي تريد أن تصبح عليه عندما تكبر؟ هذا تحديد للهدف، وكان الجواب تلقائيا بدون أي تفكير يأتي: أريد أن أصبح طيارا، أريد أن أصبح طبيبا. أعتقد أننا كلنا لم نقف الآن ونحن الكبار أمام هذا السؤال ونحلله. كيف كان السؤال سهلا وكيف كانت الإجابة سهلة؟ الآن عندما نسأل هذا السؤال ويكبر الشخص ونقول له: ماذا تريد أن تصبح بعد أن تنهي المرحلة الثانوية؟ يفكر الإنسان ويقول: سوف أرى ما الموجود، وسوف أرى سوق العمل، وسوف أرى. والسبب أن الإنسان اليوم أصبح متشعبا في اهتماماته ومعارفه، والتشعب هذا أدى به إلى عدم معرفة ما الذي يريده وما الذي لا يريده وما الذي يحبه وما الذي لا يحبه. لذلك جواب سؤال ما الذي تريد أن تكون عليه أو تدرسه في الجامعة بعد الثانوية أصبح سؤالا معقدا ولم يعد بسيطا، بسبب وجود المثيرات ووجود المؤثرات الخارجية والإغراءات والمشتتات الموجودة. لا يستطيع الإنسان من خلاله أن يعرف هدفه في الحياة. لذلك البداية أن يعرف الإنسان أولا نفسه، ويعرف ما الذي يحبه ويكرهه وما هي مهاراته وما هي قدراته. بناء على هذا يستطيع أن يحدد الهدف الذي يريد أو يرغب في الوصول إليه. وأستاذة خديجة، كيف أستطيع معرفة أهدافي تقنيا؟ مثلا هل هناك تقنيات معينة يعني نستطيع أن نعرف بها أهدافنا؟ تقنيات معينة لا يوجد بهذه الكيفية لتحديد الأهداف، لأنه الأهداف هي أهداف الإنسان بنفسه، يعني أهداف شخصية وأهداف عامة، أهداف تخص الأسرة أو تخص المؤسسة. لا يجب أن يحدد الإنسان اليوم ما الذي يريده، هل هو هدف شخصي يعني هو، أو هدف خاص بعائلته، أو هدف للمؤسسة التي يعمل لأجلها، أو هدف للدراسة التي يدرسها. يجب أن يحدد. من خلال هذا التحديد نحن نساعده فقط على من خلال بعض الأسئلة مثلا في الوصول للهدف، أو تحديد بالضبط الهدف الذي يريده. طبعا هذه لا تحدث من مرة أو مرتين من الحوار معه، إنما يحدث على مراحل طويلة جدا من الحوار وطرح الأسئلة والإجابات العميقة. يستطيع من خلالها الإنسان عندما يعرف ذاته ويعرف من أين ينطلق في كلماته أن يعرف بالضبط الهدف الذي يجب أن يسعى إليه. مع الأسف الشديد هذا الواقع المليء بالمغريات، مليء بالمميزات ومليء بالعيوب. أنا أقول عنه هذا بهذا الشكل، يعني مليء بالمميزات ومليء بالعيوب. أصبح الإنسان يشعر بالتشتت حتى يبدأ في هدف، قبل أن يكمله ينطلق إلى هدف آخر، قبل أن يكمله ينطلق إلى هدف ثالث. بهذه الكيفية يصبح الإنسان محاطا بالإحباط فقط وعدم القدرة على تحقيق أي هدف. جميل. أستاذة خديجة، هل هناك اختبارات معينة مثلا لاكتشاف الذات تساعدنا في اكتشاف أهدافنا، أم هل يمكنني مثلا كشخص لا أعرف ذاتي ولا أعرف أهدافي، هل أحتاج إلى مساعدة شخص خبير مثلا؟ نعم طبعا، في هناك اختبارات أو هناك تطبيقات ومهارات وأسئلة تطرح في هذا الجانب، وفي الغالب يقوم بهذه الأشياء هو الموجه الشخصي أو الكوتش الشخصي، لايف كوتش، يساعد الشخص على معرفة أهدافه في الحياة، مساعدته على معرفة أهدافه في الحياة وكيف يصل إليها. هذا الموجه الشخصي عمله الرئيسي هو مساعدة الأفراد الذين لا يستطيعون معرفة
قدراتهم أو أهدافهم أو ميولهم أو مهاراتهم أو ما الذي يستطيعون أن يفعلوه، فيساعدهم على إعادة اكتشاف أنفسهم، ومن ثم يساعدهم أيضا على وضع خططهم. من يضع الخطط هم نفس الأشخاص الذين يأتون طلبا للمساعدة. هو لا يقوم بوضع الخطط أو تحديد الأهداف، إنما من خلال الحوار المبني والمدروس بشكل أكاديمي أو بشكل مهارات معينة يستطيع مساعدتهم في معرفة أهدافهم في الحياة. جميل. هل كتابة الأهداف في ورقة أو دفتر حينما واحد يكون مثلا العاصف ذهني، هل تساعد حقيقة في تحقيقها؟ القراءة صيد والكتابة قيد. الكتابة هي التي تستطيع أو تساعدنا أن نعرف ما الذي يدور داخل أدمغتنا أو عقولنا. عندما نكتب كل شيء سوف نرى ما الذي يحدث داخل عقولنا من أفكار، ما الذي يأتي. نستطيع بكتابتها أن نميزها أو نصنفها، أن نحددها: هذه الأفكار مقبولة، هذه الأفكار غير مقبولة، هذه الأشياء مقبولة، هذه مرفوضة، هذا أستطيع أن أفعله، هذا لا أستطيع أن أفعله. لكن السؤال المهم: كم شخص اليوم يكتب أفكاره أو أهدافه على ورق؟ مع الأسف الشديد هذا الشيء الذي نجد نحن صعوبة في توجيه الناس له وإرشادهم عليه ومساعدتهم في تطبيقه، الذي هو الكتابة. نقول دائما يجب أن نكتب. إذا كتبنا سوف نعرف ما الذي نفكر فيه، كيف تبدو الحياة من منظورنا الداخلي. في الكتابة تظهر كل الأشياء التي لا نعرفها. نحن نعتقد أن احنا عندما لا نكتب ونفكر نفكر نفكر ونبقي الأفكار في داخل عقولنا والقرارات أن هكذا هي منظمة. هي ليست منظمة، هي فقط تتراكم وتتداخل مع بعضها البعض، ولا نستطيع أن نميز بينها في المستقبل. لذلك الكتابة مهمة جدا لتحديد ورسم الأهداف والمساعدة في تفنيد الأفكار وتمييزها واختيار ما يصلح وما لا يصلح منها. أستاذة خديجة، هناك الكثير من الأشخاص يقولون خلاص أنا تعرفت على أهدافي وذاتي وكتبتها في دفتر، ولكن يبقى ينظر إليها ولا يسعى لتحقيقها. هل يجب على كل شخص السعي لتحقيق أهدافه؟ إذا لم يقم بالسعي معناه أنه يحلم فقط، والحلم والأمنية مختلف تماما عن الهدف. الهدف يحتاج أن أسعى للوصول إليه وتعلم كل الطرق والإمكانيات للوصول إليه. أما غير ذلك فهو مجرد أمنية وأحلام على الورق، ويستطيع الإنسان أن يحلم كما يشاء، لأن الواقع هو النتيجة التي سوف يصل إليها الإنسان، هي التي سوف تحدد إن كان حالما أو غير حالم. لذلك دائما نقول يجب أن نفرق بين الأماني والأحلام وبين الحقائق. الحقيقة هي هدف أنت تسعى للوصول إليه، أما الهدف أما الأمنية والأحلام فهي مجرد كلمات جميلة جدا ومشاعر ممتازة جدا يصل لها الإنسان وسوف أصل إليها بدون أن يبادر وأن يقوم بالعمل. هذا اتكالية يعني. جميل. هل الأسرة هي يمكن أن تكون مصدر لتحقيق الأهداف وتشجيعها أو مثبط في نفس الوقت؟ الاثنين. يجب يعني الأسرة ممكن أن تكون أن تشجع أو أن تحبط وتثبط. ربما يأتي في هذه الأسرة شخص عنده هدف كبير جدا، لكن واقع الأسرة لا يشجع على هذا الشيء. ربما هو يطمح أن يكون مثلا صاحب شركات وصاحب مال وصاحب عقارات وذو مكانة اجتماعية، لكن وضع الأسرة المادي لا يشجع على هذا الشيء، فدائما يحبطونه بقولهم أنت تحلم، لو كان الأمر سهلا كان وصل له الآخرون، وهكذا يعني فيحبطونه. الآن المحك الأساسي هو مدى تمسك الإنسان بأحلامه وطموحاته، هو الذي يقرر هذا الواقع. وبعض العائلات تأتي مشجعة على تحقيق الأهداف التي يسعى إليها الإنسان فتشجعه وتهيئ له البيئة المناسبة، لكن ليست المشكلة في الأسرة فقط، إنما في صاحب الهدف. بعض الأحيان يكون الأسرة والمجتمع يشجع على تحقيق الأهداف، لكن صاحب الهدف هو نفسه غير جاد في الوصول لهدفه، فهنا نعاني مع هذا الشخص. لكن بصفة عامة الأسر والعائلات لها دور كبير جدا في إما في التشجيع أو في التحبيط. جميل. ما هي المعيقات في تحقيق الأهداف؟ أول معيق هو أنني لا أعرف ما هو الهدف. يجب أن أحدد الهدف تماما، ما الذي أريده، في أي جانب أنا أريد أن أصل لهذا الهدف، كيف أصل إليه. التخطيط الجيد مناسب جدا. إذا الإنسان خطط وعرف ما الذي يريده من هدف وخطط للوصول له وسعى إليه
ولا يظن أنه سوف يصل إليه بسرعة، إنما سوف يسير قليلا ثم يحبط. لكن كل إحباط وكل إخفاق يمر به أثناء سيره للهدف هو عبارة عن مهارة جديدة يتعلمها في حل المشاكل والصعوبات للسير في اتجاه الهدف. فإذا الإنسان في مرحلة الهدف هو يتعلم أساليب كثيرة جدا، وهي تعتبر أسلحة جديدة للأهداف الجديدة التي يريد أن يصل إليها. إذا عدم تحديد الهدف، عدم معرفة الهدف هو أكبر مشكلة وعائق أثناء رحلة الوصول للهدف. جميل. هناك سؤال يطرح دائما: لماذا نفشل في تحقيق أهدافنا على الرغم أنه نسعى ونحاول ونحن نعرف أهدافنا في الأساس؟ أعتقد أن التخطيط أول شيء مهم جدا. عدم التخطيط الجيد والمتناسب مع الهدف والمناسب للقدرات والمهارات التي أملكها، هذه مشكلة. إذا يجب أن أعرف أول شيء أنا مهاراتي وقدراتي وما الذي أستطيع وما الذي لا أستطيع، وبناء عليه أنطلق في عمل الخطة المناسبة. وقبل ذلك يجب أن أختار الهدف الذي أستطيع أن أصل إليه. يعني اليوم نقول نحن لا يستطيع الإنسان أن يأكل خروفا كاملا في جلسة واحدة، يجب أن يقطعه وأن يضعه في صور مختلفة حتى يستطيع أن يتناوله على مراحل في عدة أيام أو عدة أيام من شهر كامل حتى ينتهي منه. كذلك الأهداف، إما الخطة تكون غير صحيحة، أو أن الإنسان يستعجل، أو أن الإنسان لا يعرف هدفه بالتحديد، أو أن الإنسان لا يعرف قدراته ومهاراته. هذه الأشياء تحبط الإنسان وتؤدي به الفشل في الوصول للهدف. يجب أن يكون الهدف قابل للتحقيق، قابل للقياس، ومحدد بزمن معين، وعندي خطة واضحة أثناء السير عليه. بهذه المراحل أستطيع بإذن الله تعالى أن أصل للهدف. أما غير ذلك يتعب الإنسان ويحبط ويتوقف عن تحقيق الأهداف. جميل جدا. إذا هناك أيضا مشكلة تواجهنا نحن كمن نسعى لتحقيق أهدافنا ككل، هي مشكلة التشتت. نختار هدف معين، نبدأ في السعي إليه، خططنا إليه، ثم نتشتت بأن يظهر لنا هدف آخر، نترك الهدف الذي كنا نسعى إليه ونذهب لنلاحق هدفا آخر. ما الحل لهذه المشكلة؟ التركيز هو دائما الحل. دائما يجب أن نركز، أن ننهي هدف ونبدأ في هدف آخر. التشتت مشكلة وليس في الأهداف فقط، إنما في الحياة. مشكلتنا أساسا في الحياة أن نحن قليلي التركيز، لا نستطيع أن نركز. نريد أن نفعل 100 شيء في نفس اللحظة، نريد أن نحقق 100 هدف في نفس اللحظة. الحياة رحلة، وتحقيق الأهداف هي جزء من هذه الرحلة. لذلك يجب أن أسعى للهدف هذا بشكل ممتع وبشكل آني وبشكل فيه تركيز أكثر، أحققه. كل تحقيق هدف يعطيني ثقة عالية جدا بنفسي وبقدراتي ومهاراتي، يشجعني للانتقال للهدف الذي بعده. عندما أكون مشتتا هذا يحبطني، والإحباط يؤدي الإنسان يفقد ثقته بنفسه ويقل تقديره لذاته، فيطلق على نفسه أنه أنا لا أستطيع أن أصل الأهداف، وهذه الأهداف كبيرة علي، أو أن الحياة صعبة جدا، أو الحياة قاسية جدا، وهذه المحبطات الأخرى. لذلك ندعو دائما نحن إلى التركيز، ثم التركيز، ثم التركيز. جميل. أستاذة خديجة، هناك أيضا نقطة أخرى، يمكن أنه لكل مرحلة أهداف مختلفة، أو هل هذا من الطبيعي أن تكون لكل مرحلة معينة في السن أهداف مختلفة؟ نعم أكيد طبعا. يعني لا نستطيع اليوم في عمر معين أن نفكر في أهداف أكبر من قدراتنا ومهاراتنا. نحن نقول دائما أن الأهداف وتحقيقها يحتاج مهارات معينة. إذا لم تتوفر هذه المهارات في هذا العمر معناها أنه صعب أن أصل إليها. يجب أن يكون عندي هذه المهارات، وهي عبارة عن معارف وأسلحة أستطيع أن أسير بها ومن خلالها في تحقيق الهدف. ففي عمر العشرينات هناك أهداف تتناسب مع هذا العمر، لكن الإنسان إذا كان حتى طموحا يستطيع، لكن يجب أن يزيد من مهاراته ومعارفه. معناها أنه يحتاج أن يبذل جهد مضاعف جدا أكبر من عمره حتى يستطيع الوصول للهدف الذي هو أكبر من مرحلته العمرية التي يعيش فيها. فممكن أن يكون الإنسان في عمر معين لكن أهدافه كبيرة جدا، لكن يحتاج فقط أن يبذل جهد حتى يستطيع أن يصل إليه. جميل. أستاذة خديجة، هناك سؤال آخر. حينما يعني تعرفنا على الأهداف وغيرها، دائما ما تواجه مشكلة من الكثير خاصة أصحاب السن الصغيرة، يريدون مثلا مصادر أو عناوين دورات أو شيء ما
يستعينون به لأجل تطوير ذواتهم وتحقيق أهدافهم ومعرفة ذاتهم حتى في الأحيان الكثيرة. هل هناك مثلا عناوين، دورات، كتب معينة يمكن أن تنصحيهم بها؟ طيب، الدورات والكتب هي 10% من المهارات التي يحتاجها الإنسان، لكن يحتاج أن يعمل عليها. فهناك دورات في صناعة الأهداف الشخصية، هناك دورات في صناعة الأهداف القيادية، هناك دورات لتعلم مهارات صناعة الأهداف، هناك كتب مثل التركيز وبناء الأهداف والتخطيط، والكثير من هذه النماذج التي يحتاجها الإنسان أن يتعرف عليها ابتداءً في حياته بصفة عامة، ثم في أثناء مراحل تحقيق الهدف. دائما نحن مثلا ننصح بكتب التي تدعو إلى التركيز. لماذا؟ لأنه المشتتات هي المشكلة في واقعنا الحالي مع الأسف الشديد. المشتتات العالية جدا والكثيرة جدا هي التي تمنع الإنسان اليوم من التعلم والانتقال من درس لدرس، من دورة لدورة، ويتوقع أنه بعد انتهائه من هذه الدورة التدريبية أنه سوف يكون قادرا الآن 100% لتحقيق الهدف. هذه الدورات تعطي المهارات، لكن يبقى كيفية تطبيقها في واقع الحياة يبقى على المتدرب. لذلك دائما نقول يجب أن يتعلم الإنسان أول شيء مهارة مهمة جدا، وهي مهارة التركيز، سواء عن طريق الدورات، سواء عن طريق قراءة الكتب، سواء عن طريق تدريب نفسه على هذه المهارة في الحياة من خلال الصبر قبل الانتقال من أمر لأمر وإعطائه كامل حقه. هذا مهم جدا يعني في التطوير الذاتي والاستثمار في الذات في هذه الجوانب. شكرا لك أستاذة خديجة على هذه المعلومات القيمة والنصائح المهمة جدا في معرفة أهدافنا وذواتنا وكيفية تحقيقها والوصول إليها. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لمشاهدتكم هذه الحلقة من برنامج قوارير على قناة السلام الفضائية. نلتقي وإياكم في عدد جديد، وإلى اللقاء.